الكبيرة الرقيبة فضلت أشهر الناس منظمة التعذيب في أقسام الشرطة والشؤون. مجموعة من الاقتراحات احنا ناقشناها في ورشة صغيرة كده عندنا في الجمعية علشان نقدمها النهارده في المؤتمر، ونتمنى إنها تبقى إضافة للقانون الجديد اللي نزل بإذن الله. أولاً رقم واحد بالنسبة اتكلمنا في إن يكون في إصدار تشريع قانوني يلزم وزارة الداخلية باحترام كل أعضاء جمعيات الآلية الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان والتي تدافع عن المواطن بمجرد إظهار كتمان العضوية الصادر من الجمعية أو المؤسسة التي يرفعها. ده رقم واحد علشان عضو الجمعية يبقى عنده الحصانة وعنده القدرة وعنده الجرأة إن يدخل اسم شرطة وهو مطمئن إن مفيش حد هيتعرض له بأي شيء. رقم اثنين الزام وزارة الداخلية التعليم لافتات إرشادية تعرف المواطن بحقوقه وواجباته داخل اسم الشرطة أو المركز أثناء التحقيق معه. ثلاثة إصدار تشريع يجانب أفراد الشرطة الذين يتعدون على المواطنين الشرفاء داخل أقسام الشرطة. أربعة عدم الاعتداء على أي مواطن أثناء القبض عليه طالما لا يبدي مقاومة مسلحة ضد أفراد الشرطة حتى يتم عرضه على النيابة إذا كان صادر له إذن بالقبض عليه أو إذا متلبسا بالجريمة. رقم 5 مطلوب احترام المواطن عند القبض عليه وإجراء إذن النيابة له قبل القبض عليه ليطمئن لسلامة الإجراءات وحتى يتم الحد من انتهاكات ضباط المباحث التي تقبض على الأشخاص قبل صدور الإذن وبعدها تذهب إلى النيابة لطلب الإذن. 6 اقتراح بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني الحقوقية يتضمن إدراك أسماء لعضوين أو 3 من الجمعية بالتعاون مع مديرية الأمن التابعة لها بإصدار فردية يسمح لهم بالدخول إلى قسم الشرطة أو المركز لمتابعة ما يتم من تحديد محاضر أو تعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان أثناء التحقيقات مع المتهمين، وتبيح لهم كتابة تقارير عما يتم داخل الأقسام ورفعها إلى مديرية الأمن ووزير الداخلية للتحقيق فيها إذا تم ارتكاب مخالفة بها. وهذا الإجراء طبعا من ضمن نظرنا إن بيمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمتابعة على السجون وأقسام الشرطة وتكون المتابعة متابعة محلية فقط من منظمات المجتمع المدني. رقم 7 إنشاء مكتب بكل قسم شرطة أو مركز شرطة بالاتفاق مع وزارة الداخلية من عدد 3 أفراد. رقم 1 محامي، رقم 2 جمعية حقوقية، رقم 3 سيدة مدنية. الثلاثة دول يكونوا متواجدين بشكل دائم ويكون لهم مكتب داخل مركز الشرطة أو اسم الشرطة ويقوموا بدورهم في متابعة ما يحدث داخل أقسام ومركز الشرطة من انتهاكات لحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى للمواطنين ضد المخالفات التي تحررت من أفراد الشرطة. 8 دي المشاركة اللي كنا بنتكلم فيها من قبل ما ابدا كلمتي اللي هي مشاركة جمعيات المجتمع المدني الحقوقية للمجلس القومي لحقوق الإنسان في العمليات الإشرافية ومتابعة ما يتم داخل السجون الإنسانية. يعني مش هنقول إن المجلس القومي لوحده بس اللي هينفرد بالنشاط، لا احنا عايزينه كمان يشارك في الجمعيات ويدعوها معاه لما يكون عنده زيارات، يدعو الجمعيات الحقوقية ان هي تنزل معاه وتنزل تفتش معاه وتتابع وتكسب خبرة وهو كمان يبقى كده عمل انتشار لنشاطه في مختلف المحافظات من غير ما يفتح فروع عن طريق الجمعيات الموجودة وشغالة. رقم 9 حالة أي فرد من أمن الشرطة للتحقيق إذا سبب ارتكابه جريمة التعذيب وتغليظ العقوبة إلى العزل من الوظيفة والحبس لمدة لا تزيد عن 15 سنة. 10 تحديد مكان مناسب ومجهز بجميع أقسام الشرطة ليكون بها مقر لوكيل النيابة. احنا هنا عايزين نمنع انتقال المواطن العادي من مركز الشرطة للنيابة علشان لما يطلع له إذن من النيابة بالبراءة أو بالإفراط بيرجع تاني المركز أو الاسم ويبدأ هناك 3-4 أيام محدش يعلم عنه حاجة. ده من ضمن التعذيب. احنا نكافح ده ازاي؟ ان نخلي فيه واحد وكيل نيابة دايما يكون له مكتب موجود داخل قسم الشرطة او المركز متواجد بشكل دائم يعرض عليه الحالات اللي زي دي، وفي نفس الوقت هيبقى خلفينا كتير جدا من مسألة التأمين الكتير والانفاقات الكتيرة جدا اللي الحكومة بتصرفها وتعرض افراد الامن نفسهم لمحاولات
اعتداء من جنائيين بقصد تهريب زملاء خاطئين. 11 آخر حاجة ساعتك اللي هي أنا تمام. هي آخر نقطة حوالي 5 سنين. هي أطالب المجموعة المتحدة بس الاستمرار في جهودها ودعم الجمعيات الحقوقية والتواصل معها باستمرار من أجل دعم الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ربع مصر. تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع جمعية عمال مصر للجمعية وحقوق الإنسان. وأنا مجهز أصلا الورقة ساعتك دلوقتي نسخة ثم هتلاقيها في رئيس مجلس الدولة لحقوق الإنسان، وهتسيبوا نسخة منها مع المجموعة المتحدة للتواصل معها. شكرا لحضرتك. حاجة الوقت أن يعيد الإعلام يعني برامجه في التعرض لقضايا التعديل والتعرض لقضايا الحريات الشخصية، لأن ده بيؤدي